في الموصل، حيث للحرف ذاكرة، وحيث لا يكتب الجمال مصادفة، ولد الخط العربي كهوية، وكتب التاريخ بالحبر والصبر. من هذه المدينة خرج خطاط لم يتعامل مع الحرف كزخرفة، بل كرسالة ومسؤولية، رأى في كل نقطة ميزاناً، وفي كل امتداد معنى. إنه الخطاط محمد موسى النعيمي، أحد الذين حفظوا للحرف العربي هيبته، وللخط أصالته، فكتب للكتب عناوينها، وللجوامع جلالها، وللذاكرة الموصلية أثراً لا يمحى. ولد الخطاط محمد موسى محمود النعيمي في مدينة الموصل عام 1962، وأكمل دراسته الأولية فيها لتبدأ موهبته في الخط العربي بالظهور منذ طفولته. كبرت معه وتحولت إلى شغف ومسار حياة. عام 1977 كانت خطوته الأولى في عالم الخط العربي، حين تعلم أصوله على يد أستاذه سالم عبد الهادي، مدرس مادة التربية الفنية، الذي فتح له باب هذا الفن العريق. ومع انتقاله إلى المرحلة الإعدادية تعرف على الخطاط باسم ذنون، فدرس على يديه وتعمق في أسرار الحرف، وازداد التزاماً بقواعده ودقته. ولأن الخط جمال لا يكتمل دون زخرفة، درس فن التوريق والتذهيب على يد الخطاط والمزخرف طالب العزاوي، مكملاً بذلك رؤيته الفنية المتكاملة. درس في كلية الشريعة بجامعة بغداد، وتخرج فيها عام 1987 حاصلاً على شهادة البكالوريوس، جامعاً بين المعرفة الأكاديمية والذائقة الجمالية. ومنذ عام 1977 وحتى اليوم لم ينقطع عن تدريس الخط العربي مجاناً في أماكن متعددة، إيماناً منه بأن الحرف إرث يمنح ولا يحتكر. في عام 2007 عين في معهد الفنون الجميلة للبنين، وفي العام الذي تلاه أصبح رئيساً لقسم الخط والزخرفة، وظل في هذا الموقع حتى إحالته إلى التقاعد عام 2022. شارك في معارض مديرية التربية في الموصل، وفي عدد من المعارض داخل العراق، كما شارك في مسابقات دولية نال خلالها جوائز وشهادات تقديرية ودروعاً وأوسمة وكتب شكر، من أبرزها جائزة من مركز أبحاث إسطنبول بخط الجلي الديواني. أنجز كتابة عناوين العديد من الكتب والأطروحات الجامعية بصورة مجانية، وخط عدداً كبيراً من الجوامع والمساجد بطريقة الحفر على الحلان في الموصل وخارجها. اليوم يتفرغ الخطاط محمد موسى النعيمي لفن الخط العربي، مواصلاً عطاءه في قاعة الخطاط الراحل يوسف ذنون، تنفيذاً لوصية أستاذه، حاملاً القلم كما حمله منذ البدايات، بصدق وبصمت ووفاء للحرف العربي الأصيل.